بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، النهاردة حلقة مختلفة جدا، لأن شخصية اليوم هي شخصية أستاذ جليل بجامعة الأزهر، وهو شخصيا أستاذي وكان يدرس لي في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. كان أستاذ في علوم اللغة العربية، يدرس مادة النحو والصرف والبلاغة إلى جانب العلوم الشرعية بالأزهر الشريف. الأستاذ أبو المعاطي عبد الله، الأستاذ بالأزهر الشريف. أهلا بك يا أستاذ أبو المعاطي معنا في هذه الحلقة اللي احنا طبعا بنتمنى أنها تكون إن شاء الله حلقة خفيفة على السادة المشاهدين. يا محمد، أنا سعدت بمجيئك لي وبرؤياك، والله يا أستاذ محمد، والله جميل. العمل اللي أنت جاي تعمله ده عمل أنا والله مسرور به والله. طيب حضرتك، أول حاجة طبعا الكثير من المشاهدين لا يعرفون من هو الأستاذ أبو المعاطي عبد الله. عايزين نسأل الأستاذ أبو المعاطي، من هو الأستاذ أبو المعاطي؟ والله أنا أبو المعاطي محمد أبو المعاطي عبد الله، أصلا من عزبة عبده، مركز الجمالية. بدأت حياتي كمرحلة تعليمية ابتدائية في مدرسة عزبة عبده الابتدائية. أخذت الابتدائية من عزبة عبده، رحت الإعدادية العامة في مدرسة الإعدادية الجمالية. من الجمالية بعد الإعدادية دخلت الأزهر. طيب عايزين نعرف، يعني طبعا حضرتك حافظ من حفظة كتاب الله الحمد لله، وحفظت القرآن الكريم من الصغر. عايزين نسأل حضرتك، يعني هل حضرتك رحت الكتاب مثل باقي الصغار في البداية؟ ومن هو الشخص الذي تعلمت على يده القرآن في بداية الأمر؟ والله يا أستاذ محمد، أنا تعلمت القرآن فعلا من الشيخ عبد المحمودي من نت مرج. كان بيجي لنا عزبة عبده. الراجل ده فعلا الله يرحمه، أنا كل ما بتذكره، وفي آيات كتيرة جدا في القرآن أما أجي أقرأ بفتكره، وإتقانه للقراءة واهتمامه بي وحبه لي، وأنا كنت بحبه جدا. الراجل فعلا أثر فيا، وخاصة كنت مرة بقرأ قدامه سورة فصلت، فحسيت بإعجاب الراجل بيا كده وأنا قاعد بقرأ. شجعني وكان دفعة معنوية بطريقة أنا بقيت حسيت وأنا لسه فصلت، حسيت إن أنا خلصت القرآن بسبب إعجاب الراجل بيا كده وابتسامته اللي أنا لقيت فيه كل الإعجاب. أكيد طبعا، طالما حضرتك بتتكلم عنه بهذا الكلام الجميل، يبقى أكيد هو فعلا شخصية تستحق المدح، تستحق أكثر ما نقول. طيب عايزين بس نفتكر كده، يعني أول سورة وحضرتك بدأت حفظ القرآن طبعا بالآيات بالسور القصيرة، أول سورة حضرتك حفظتها في القرآن؟ لا، ما احنا بدأنا معاه من الناس، احنا بدأنا من الصغر معاه. بقينا نروح له عزبة محمود وعزبة الغريبة واحنا أطفال، نمشي مع بعض مجموعات ونروح نقعد قدامه عدد كبير ونحفظ من الناس لحد ما وصلنا لما خلصنا. وكان لنا كل يوم قدامه ورد مراجعة جماعية مع بعض. اقرأ مثلا النهاردة من أول مثلا اقرأوا جزء عامة مع بعض، نبدأ من أول قل أعوذ برب الناس، بعد كده قل أعوذ برب الفلق، بسم الله. طبعا أيام الصغر كانت أيام جميلة وذكريات جميلة. حضرتك بعد كده يا أستاذ أبو المعاطي، يعني عايزين نعرف المدرسة الابتدائية اللي حضرتك التحقت بيها، وطبعا بيبقى فيه ذكريات في المدرسة الابتدائية، وعايزين نعرف مين المدرس اللي أثر فيك في هذه المرحلة. والله يعني أنا فعلا مدرسة عزبة عبده الابتدائية دي أنا بعتبرها صرح من أفضل الأماكن اللي أنا تلقيت فيها التعليم. المرحلة الابتدائية دي والأساتذة اللي كانوا عليا فيه، يعني مثلا كان الأستاذ سالم الله يرحمه كان ماسك المدرسة من بابها، أولى وثانية وثالثة، وفعلا كانت مرحلة تعليمية متميزة فعلا.
وبعدين أكثر بقى الأساتذة اللي لما دخلنا 5 و6 مسكنا الأستاذ منصور الدين الله يرحمه من الجمالية والأستاذ محمد عويضة، أساتذة شوف ما فيش حد يختلف عليهم، أساتذة عظام جديرين بإنك تترحم على اللي مات. يعني قابلت الأستاذ محمد قريب في مسجد الإمام من حوالي 2-3 شهور وما زال حي يرزق، وبعدين بصلي العشاء وخارج لقيته خارج، سبقته لمؤاخذة عشان اشتل نعله ووضبه حاجة جميلة والراجل واحترام يليق بالشخص. ولو كنت طايل اعمل له اكتر من كده كنت اعمل له اكتر من احنا طبعا يعني كتلامذة وحضرتك كنت استاذنا الى الان بنقابل حضرتك وبنحترم حضرتك وبنجي لحضرتك، واكيد باقي الاساتذة يعني لما بنقابل مدرس كان عندنا في المدرسة بنحترمه وبنجله تقديرا له لما قدمه معنا طبعا. لا ينكر الفضل الا اللئيم. طيب حضرتك يعني عايزين نعرف في المرحلة الابتدائية وهي أول مرحلة المادة العلمية اللي جذبت الأستاذ أبو المعاطي اللي حضرتك حبيتها من أول نظرة. أنا كنت بحب اللغة العربية قوي وخاصة النحو. الأستاذ منصور الدين كان يدخل الفصل واحنا في سنة 6 يقوم معاتي كاتب جملة على السبورة، وكنا مخصصين كراسة لإعراب هذه الجملة، وبعدين هو قاعد على المكتب في الفصل اللي يخلص يحط الكراسة قدامه، وبعدين بعد ما هو بقى يقول لي حط القلم، اللي ما خلص يحط القلم ما عادش يكمل، وبعدين يصحح الكراسة الصح يديها لصاحبها والغلط يحطها على الأرض جنب منه. وكان كده يعني نظام متعودين عليه يوميا في الفصل، لما غرس فينا الإعراب وحب النحو بطريقة خلاني فعلا لما مشيت في مرحلة تعليمي يعني هو كان سبب في ان حضرتك تستمر في هذا الطريق وحب هذا الطريق. ده أساس. طيب المدرسة الإعدادية حضرتك هل يعني كنت في التربية والتعليم أم أصلا في الأزهر الشريف؟ لا أنا كنت في التربية والتعليم في المدرسة الإعدادية في الجمالية. طيب بعد المدرسة الإعدادية طبعا أثناء المدرسة الإعدادية طبعا حضرتك درست مواد أكثر عمقا، يعني عرفنا بهذه المواد وأيضا من المدرس اللي أثر في حضرتك في المرحلة التعليمية؟ طبعا أخذت لغة عربية وأخذت إنجليزي وأخذت رياضيات. طبعا مادة الإنجليزي كانت تدرس في الإعدادية كبداية، كانت أول مرة. كان الأستاذ عبد الحليم نجيب كان من الستايتا كان بيدينا إنجليزي، يعني برضه كانت حاجة جديدة طبعا ان حضرتك تدرس المادة موزع الوقت في الابتدائي بياخدوا لا انت يا دوبك في الاعدادي كنت لسه بتاخد يعني باب يعني ايه وشباك يعني ايه وكتاب يعني ايه وقلم قلم يعني ايه، كانت بدائيات. حضرتك بعد كده انتقلت للمرحلة الثانوية، يعني كانت فين وايه اسم المرحلة الثانوية هي من ازهى يعني مراحل التعليم عندي. المرحلة اللي انا كنت بلعب في الإعدادية وبحب لعب الكورة وفاجد كان في انشغال شوية في الصغر. لما رحت الثانوي لما دخلت أولى ثانوي خدت أولى ثانوي لعب، وبعدين في مثل هذه الأيام دراعي اتكسر، فلما كسرت قعدت في البيت وحفظت الكتب، ودي كانت بداية وكانت انطلاقة يعني رب ضارة نافعة فعلا. أنا لولا كسرت في السنة دي أنا ما كنتش هنجح. يعني عملية الإصابة جعلت الأستاذ معاطي يدرك أن التعليم له، وحفظت وحبيت المادة العلمية بطريقة. دخلت الثانية ثالثة كنت مميز وبحب أحفظ هل تتذكر اسم مدرس بعينه في المرحلة الثانوية يعني له أفضل على حضرتك أو يعني حضرتك تأثرت بيه؟ أنا تأثرت جدا بالأستاذ محمد حبيب في النحو والصرف في رابعة ثانوي. من أي بلد الأستاذ محمد؟ من الكردي. من مدينة الكرد. بصراحة وأنا قعدت فترة وأنا بدرس لكم أشرح الصرف على ضوء شرحه لنا في المعهد. يعني الأستاذ محمد حبيب كان أساس وقاعدة انطلاق بالنسبة للأستاذ أبو المعاطي، إن هو حتى لما بيجي يشرح بيتذكر شرحه فبيشرح امتدادا. أبويا كان في الأصل عايزني أبقى في سلك القضاء، وأني فعلا كنت ناوي أدخل شرع القانون وأمشي في نفس الطريق، إلا أني حبي للغة العربية بسبب الناس اللي أنا حبيتهم في المعهد
كانوا سبب في تحويل مصاري غصب عني. رحت أقدم كتبت أول رغبة اللغة العربية. بسم الله ما شاء الله. طبعا لما الإنسان بيشتغل في حاجة بيحبها طبعا أكيد بيبدع فيها وبيتميز فيها. بعد المرحلة الثانوية يا أستاذ أبو المعاطي حضرتك التحقت طبعا بالجامعة، ما هي اسم الكلية؟ واحكي لنا عن أول يعني يوم دخلت فيه الكلية كان عامل ازاي، وازاي كان اختيارك لهذه الكلية؟ دخلت كلية اللغة العربية عن اختيار ورغبة وحب للغة العربية، حب للنحو والصرف والبلاغة والنصوص. كنت فعلا بحب اللغة داخلها عن رغبة، ولذلك أني كنت بذاكر يمكن لعلي بلعب كتير، إلا أنه حبي للغة كان بيخليني ماشي، وفي وسط زمايلي عارفين عني انني كويس وانني مميز وانني يعني عايزين نتعرف على المواد في هذه الكلية كان نوعها ايه يعني؟ طبعا جامعة الازهر بتتميز بتاخد ادب بكل انواع، ادب تاريخ الادب والادب المقارن، وبتاخد برضو العروض. كنا ندرس ألفية ابن مالك في الثانوية، هل كان لها امتداد؟ الألفية طبعا انت خدت دي من الحاجات العظيمة اللي احنا خلصت الألفية في المرحلة الثانوية بالفعل، وبدأتها من أولى كلية تاني ولكن بصورة أعمق، نفس ألفية ابن مالك ولكن بصورة أعمق. وطبعا الأساتذة هناك كانوا جهابذة، يعني أثروا فينا، يعني كنت تقعد في المحاضرة عمالقة في اللغة. يعني كان في كل حاجة. حتى كنت تقعد قدام الدكتور رجب البيومي الله يرحمه اللي كان عميد الكلية في الوقت دي، اللي هو من الكفر الجديد، تحس ايه طيبة، تواضع، علم، أخلاق. أنا والله بقيت أقول لزمايلي أنا لما بشوف الدكتور رجب أنا بحس إني شفت حد من الأنصار. حضرتك طبعا يا أستاذ أبو المعاطي بعد ما انتهيت من المرحلة الثانوية التحقت بالجامعة، وبعد انتهاء الجامعة طبعا أكيد كنت في انتظار الوظيفة، فهل حضرتك تقدمت لهذه الوظيفة أم حضرتك انتظرت الجواب، وكان الأمر ماشي إزاي؟ احنا كلنا واحنا دفعتنا خريجين اللغة العربية 85 كلفنا بالتدريس واحنا لسه في الجيش، يعني قرار التعيين بتاعي صادر 13/3/86. أنا كنت في الجيش في الوقت دي لأن أنا خارج من الجيش 1/12/86. استلمت عملي 15/12/86 لأن أنا خرجت، بل أنا كلفت من قبل ما أخرج. في طبعا خرجت رحت مشيت في مصوغات التعيين على طول. المعهد اللي حضرتك توليت التدريس فيه كان معهد إيه؟ هل تتذكر؟ أنا أول ما وجهت بجواب تكليفي لمعهد بنين الجمالية. طيب حضرتك يعني عايزين نتعرف على أول مادة حضرتك يعني درستها في معهد بنين الجمالية، وكان فصل إيه لو تفتكر؟ ده أنا بل أقول لك أول درس والطلاب بالاسم. عايزين نعرف، اتفضل. يعني أنا استلمت الشغل في المنصورة، جبت الجواب 15/12، رحت بشرت العمل في المعهد 16/12. أول حصة شرحتها يوم 17/12 صرف التانية إعدادي، وكان عنوان الدرس إسناد الأفعال للضمائر، الأفعال الصحيحة وأنواع الفعل الصحيح من سالم لمهموز لمضاعف، وأنواع المعتل من مثال لأجوف لناقص. ذاكرة حضرتك حاضرة. وكان الطلاب في الوقت ده، هل تتذكر أسماء من بعض الطلاب؟ الدكتور سامح الشريفي حاليا ما شاء الله كان من ضمن الدكتور سامح من الناس المحترمة. كان في الفصل في الوقت ده، وكان معاه الدكتور أشرف دراز حاليا والشيخ سيد دراز، ومعتمد اللي حول اسمه لأحمد سحلول، كان اسمه معتمد بس هو غير اسمه. وكان يعني كانت مجموعة متميزة من التلاميذ، يعني فاكرهم وحافظ أماكنهم في الفصل، والفصل اللي أنا كنت بدرس فيه كأنه أنا شايفه دلوقتي. عايزين نعرف السادة المشاهدين من هو أقرب صديق للأستاذ أبو المعاطي. طبعا حضرتك عشت الحياة طويلة وأكيد هناك أشخاص مقربين لقلب حضرتك. والله يا أستاذ محمد أنا بحب الناس كلها، وأنا يعني طبيعتي ما بكرهش حد أبدا.
أبدا، ولا بعرف أكره ولا حتى بعرف أخاصم. شيء جميل عملية التسامح مع الآخرين. إنمني يعني صاحبي اللي كان عزيز علي الله يرحمه، الباشمهندس مساعد سعد. الله يرحمه. أكيد حضرتك لك مواقف معاه جميلة وتتذكره بكل الخير. مواقف وخاصة يعني هو كان يحبني قوي وكان يدور على الحتة اللي أنا قاعد فيها. بمناسبة هذه المواقف، احنا طبعا زي ما قلنا في حياة طويلة، عايزين نعرف ما هو أجمل موقف اتعرض له الأستاذ أبو المعاطي. أكيد مر بحياتك الكثير من المواقف، ولكن هناك موقف استوقفك ودائما تتذكره. والله هي برضه المواقف كتيرة، وإن كان يعني لا يحضرني الموقف دلوقتي. أو أنا أقول لك كان الأستاذ غريب، طبعا أنت عارفه. الأستاذ غريب طبعا مدرس علم العروض. كان دايما يشرح. أيوة، كان إنسان جميل. أنا بحبها قوي الشيخ غريب، ربنا يديله الصحة. فكنا رايحين مرة الترز في البصرات، وبعدين داخلين للراجل، الراجل قاعد على الكرسي زي ما انا قاعد كده، وبعدين او الراجل قاعد هنا كده وقصده مرايه كده. فالمهم صورة الراجل في المرايه هنا، فالاستاذ غريب بدل اروح اسلم على الراجل اروح اسلم عليه في المرايه. فكر ان الصورة هي الاصل. يعني اعتقد ان الرجل يجلس في المرايه. فكر ان الصورة هي الاصل، يعني عمليه خدعه. فضحكنا بقى. وطبعا ده من غريب، انت عارف ان هو غريب من سلامة قلبه الطيب. ايوه طبعا. قعدنا نضحك يا شيخ غريب، انت سبت الاصل هتصور على الصورة. طبعا. هتسلم على الصورة. موقف جميل وموقف طبعا. الشيخ غريب من الشخصيات الطيبة، وكان مدرس فاضل وكان إنسان جميل وما شفناش منه إلا كل خير يا أستاذ أبو المعاطي. طيب ننتقل إلى جانب آخر طبعا في حياة الأستاذ أبو المعاطي، جانب وهو جانب المرأة، الأم، الأخت، الزوجة. عايزين نعرف مدى تأثير جانب المرأة على الأستاذ أبو المعاطي وعمل إيه في حياته. والله يا أستاذ محمد فعلا سؤال جميل، وأنا يعني حتى في تعليمي وفي تدريسي دايما بدأ على حتة المرأة دي الأول، أول حاجة دور الأم. ومدى يعني احترامك ليه، أنك مهما أديت لها مش هتقدر أبدا توفيه جزء من حقوقه عليك. فعلا الأم مدرسة يا أستاذ المعاطي. فعلا أنا كنت بحب أمي جدا، وكنت بذاكر وأنا قاعد على رجلها وأنا كبير، بحبها حب. ولما مرضت مرض الموت ما بقتش أسيبها أبدا، ونام في حضنها لغاية ما ماتت. الله يرحمه. الله يرحمه. ولما يمكن أنا في حياتي في المعاد غبت يوم أمي ما ماتت ويوم الفرحي، اليوم دول أنا غبت من المعهد وأنا مدرس. يعني إذن الأم لها دور كبير في حياة الأستاذ أبو المعاطي، وكانت دافع لحضرتك في حياتك معنويا. أمي ما كانتش متعلمة وأنا ما كنتش أعرف كده لحد ما كبرت. بقعد معاها وبتكلم معاها وفي ثقافتها أنا حاسس إن هي معاها شهادة، ما عرفتش إن هي ما فيش معاها شهادة إلا لما كبرت. طبعا خبرة الحياة وكانت بالفطرة إنسانة عاقلة. تتكلم معايا ببر الوالدين، تتكلم معايا في الإنفاق، تتكلم معايا مثلا في صلاة الرحم، تتكلم معايا بأدلة كده، أنا ما كنتش أعرف. هننتقل للزوجة. يعني زوجة حضرتك أكيد كانت وش الخير عليك، وأكيد ساعدتك في حياتك. عايزين نعرف دور الزوجة في حياة الأستاذ أبو المعاطي. من النعم التي ينعم الله بها على الإنسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ليس بعد تقوى الله من زوجة صالحة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حافظتك. وهذه الصفات جميعها في زوجتي. هل فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى بيختار للشخص الزوجة الصالحة؟ يعني زي ما بيقولوا الطيبين للطيبات. وطبعا ده الآية أصلا أسلوب، يعني لما الناس بتقول كده وفكروا إن لازم يبقى الطيب للطيبة والخبيث للخبيثة، إنما ده
أسلوب يعني خبري يقتضي الإنكار. الإنشاء. يعني القرآن يحثك على أن تبحث عن الطيبة. يعني لابد أن يختار الشخص أهم حاجة الزوجة ويسأل عليها كويس، ويسأل على يعني عامل أعمال الاختيار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. شوف، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أما طبعا اختار الزوجة، ولذلك أنت هو اللي بعد ما بيتجوز هو اللي الجواز نقمة ليه؟ لأنه لم يحسن الاختيار. إذا الاختيار عامل كبير، علشان خاطر ده بيبني الأسرة والأطفال. ما يجيش أطفال ينشأوا في بيئة غير صالحة، تبقى البيئة صالحة. في اختيار الزوجة محمد صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها وحسبها، وبعدين إيه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث ما بيخيركش، الحديث إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقاصد الناس في الزواج. أما نحن أمة رسول الله فقال لنا فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر، والظفر كما قال ابن حجر هو اختر. طب ليه النبي ما قالش اختر؟ لأن أنت أكيد هتدخل معركة، والظفر يكون في شأن المعارك، وذلك نقول ظفرنا في حرب 73 انتصرنا. فعبر بالظفر لأنها معركة. الشاب ممكن يجي عايز يتجوز واحدة معينة وهي اللي شايفها من وجهة نظر متدينة، أبوه يقول له لا ده أبوها. إذا في نهاية الأمر أن الزوجة هي سبب رئيسي من أسباب النجاح في الحياة. يعني هي طبعا مهم جدا، سبب مهم جدا ان انت تبقى بره بيتك وعارف ان بيتك محفوظ مصون وفي امن وامان. طيب استاذ ابو المعاطي، عايزين ننتقل الى جانب اخر بمناسبه الايام الكريمه الذي نعيشها الان. هذه الايام شهر شعبان ومقبل علينا شهر رمضان الكريم. كيف يستقبل الاستاذ ابو المعاطي شهر رمضان الكريم؟ وعايزين نعرف شهر رمضان بيمثل لك ايه، وخاصة في الصغر الى الان. والله يا استاذ محمد، رمضان منحة ربانية لكل المسلمين، ومش مهم بقى. هو شوف انت ما تبص كده: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اي فضل بعد هذا؟ ماذا تريد بعد ذلك كله؟ اسمع، سل نفسك اولا انت ماذا يريد منا رمضان. احنا مش عايزين نقول احنا عايزين ايه من رمضان، دايما انا بفكر كده. يعني اذا رمضان شهر كنز من الكنوز، يجب على المسلم ان ينهل من هذا الكنز حتى يصل الى طريق الجنه باذن الله. محمد، خاب وخسر اللي يضيع رمضان. من ادرك رمضان ولم يحسن استغلاله. الامين لمن ولو علمتم ما في رمضان لتمنيتم ان تكون السنه كلها رمضان. لما شوف رمضان يريد منا اولا قلوبا صافيه عشان تبقى صيام صح، يبقاش لا حقد ولا كراهيه ولا غل ولا غش ولا يريد منا همم، يبقى عندك همه. مظبوط. همه. طبعا يا استاذ ابو المعاطي، الصوم له فضل كبير، والصوم مش بس ان احنا نمتنع عن الاكل والشرب، الصوم له نواحي اخرى. ويعني اكيد يا استاذ محمد، ويعني الم تسمع من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. اذا رب صائم ليس له من صوم الا الجوع والعطش. اذا اتعبت نفسك في الفاضي. عايزين نسال سؤال تاني بالنسبه لقراءه القران في شهر رمضان يا استاذ محمد، استاذ ابو المعاطي. قراءه القران في شهر رمضان، كيف تكون قراءه القران؟ هل نقرا الكثير من القران؟ يعني في ناس تقول لك انا لازم اختم القران في شهر رمضان، نقرا 30 جزء، وفي ناس بتزيد يعني بتضاعف القراءه.
فهل القراءة في شهر رمضان لها أسلوب ونمط معين أم أنها بالقدر اليسير؟ هو طبعا يا أستاذ محمد عشان الأعمال في رمضان يعني يضاعف الأجر، فيا حبذا لو أنك قرأت أكثر في رمضان. ابن نباتة كان بيقرأ القرآن في رمضان 34 مرة. ما شاء الله. أسمع أن هناك من يقرأ القرآن في 6 ساعات. ولكن اقرأ بتدبر ويعني لازم وشغل حرك لسانك. هل مستحب ان احنا يعني اثناء القراءة نتعرف على المعاني ولا ده يبقى مرهق للشخص اللي بيقرأ؟ لا يعني انا لو اني هقرأ صفحة واتدبرها واتمعن، حتى ما هو الاجر على قد التعب والارهاق. طبعا القرآن له علم القراءة وهو علم التجويد، يعني طبعا يعني من الافضل ان الشخص يتعلم علم التجويد علشان يقدر يدي كل حرف حقه ومستحقه في القراءة. أستاذ أبو المعاطي، هناك بعض يقرأ بالخطأ ولكن القراءة تفضل أن تكون قراءة صحيحة. يا حبذا أن يقرأ على يد من يعلمه القراءة الأول. ولكن في النهاية يا أستاذ أبو المعاطي الذي يقرأ القرآن له أجر حتى لو تعتع في قراءة القرآن. طبعا ده يعني المتعتع له أجران. عايزين نسأل كيف تكون الصلاة في شهر رمضان؟ يعني الصلاة طبعا الأساسية صلاة القيام، وكيف تكون هذه الصلاة؟ وللأسف يا أستاذ محمد بالنسبة لصلاة القيام يعني طبعا هو سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي سن أن تكون القيام جماعة في المسجد، وده شيء جميل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبب في إنارة المساجد في رمضان وإقامة الجماعة في صلاة القيام في رمضان. وإحنا للأسف عندنا أخطاء، تجد المأمومين بيصلوا وساعة الإمام ما يخلص ال8 ركعات يقوم خارج جري. يا عم ده أنت أصلا لو ظللت مع الإمام حتى ينتهي من الصلاة كتب لك قيام الليل. صل الوتر. يعني حضرتك تفضل أن تكون الصلاة كاملة، أن يستمر المأموم مع الإمام حتى ينتهي من الصلاة. صلي. هذا شيء جميل، لأن طبعا زي ما حضرتك قلت في بداية اللقاء شهر رمضان كنز لازم فرصة. إن احنا ناخد منه علشان خاطر في نهايته. من أدى في رمضان فريضة كان كمن أدى 70 فريضة في مسواه. طبعا شهر رمضان يا أستاذ أبو المعاطي شهر أنزل فيه القرآن. تحدث معنا عن ليلة القدر. ليلة القدر يا أستاذ أبو المعاطي طبعا من المعروف إن هي في العشر الأواخر. هل ليلة القدر لها ميعاد محدد أم أن الذي يجتهد أو يجتهد في العبادة يصادف هذه الليلة؟ تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر وتحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ولكن ابن عباس هو اللي يعني له رأي إن هي ليلة 27. لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ لأنها عظيمة القدر لمكانة ليلة القدر عند الله عز وجل. يكفي أن الله عز وجل يعني يغفر للناس يعني من يصادف هذه الليلة يعني يأخذ ثواب عظيم. من صادفها يا هناه، يا لها من سعادة إن تعتبر الجائزة الكبرى في شهر رمضان. من يدرك ليلة القدر؟ مين؟ عايزين ده كان عمر الخطاب بيقول لو أن الله علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة لا خلاص قلت أنا أدخل الجنة، خلاص ضمنت الجنة سجد. فما بالك بقى من يقدر له الله أن يدرك ليلة القدر. عايزين طبعا في نهاية اللقاء عايزين نصيحة من حضرتك للأبناء في هذا الزمان علشان خاطر يطيعوا الأب ويطيعوا الأم. وطبعا حضرتك الأب أكيد له دور في حياتك الأستاذ أبو المعاطي، طبعا ما تحدثناش عن الأب ولكن له دور كبير. وفي نفس الوقت عايزين نصيحة لأبنائنا علشان خاطر إزاي يتعاملوا مع الأب والأم بما لهم من عظم وقدر، وهذه الطاعة تجعل الله سبحانه وتعالى يرضى عنا في هذه الأوامر. أستاذ محمد ويعني النصيحة أن يلتزم الابن وأن تلتزم الابنة
بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه. لو أنهم التزموا بكتاب الله وبسنة نبيه هيطيعوا الله ويطيعوا الوالدين وينفعون أنفسهم ويسعدون في دنياهم ويسعدون في آخرتهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا بقول لكل شاب ولكل فتاة اجعل قدوتك رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ستراه على الحوض، الذي سيشفع لك، الذي سيسجد تحت عرش الرحمن ليطلب من الله رحمة أمته. تسيبه وتمشي على هواك وتتبع الشيطان وتمشي ورا صاحبك وتمشي ورا اللي بيضلك؟ يا عم خليك. النصيحة اللي أنا بنصحها لأي حد هيقول لي انصحني: تقوى الله، راقب الله في السر والعلانية. طيب يا أستاذ أبو المعاطي، عايزين كده يعني آية بصوت حضرتك بصوت مرتل، الآية المحببة إلى قلبك عايزين نسمعها بصوت حضرتك في نهاية اللقاء. والله يسمع مدني يعني كله القرآن يعني. إنما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. ما أحسن كلمات الله عز وجل، الكلام الجميل اللي فيه قصص وعبر. وإلى الآن القرآن الكريم محافظ على نفسه ومحفوظ من قبل الله عز وجل. اللهم اكرمنا بهذا القرآن يا أستاذ أبو المعاطي. في نهاية الحلقة عايزين يعني نعرف السادة المشاهدين ما هي الأدعية المحببة في شهر رمضان وخاصة أثناء الإفطار إلى ما قبل الإفطار. ما هو الدعاء المحبب اللي الناس تقدر تقوله علشان تقدر تاخد بيه حسنات ويقبلها الله عز وجل؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ابتلت العروق، ذهب الظمأ، ثبت الأجر إن شاء الله. دي الأدعية المأثورة. إنما وأكثر بقى في العشر الأواخر ربنا عفو كريم. واللي مش حافظ يقدر يعمل أي دعاء لأن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل الدعاء. بس خلي عندك يقين بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. شيء جميل ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى إن هو عفو وغفور. خلي واحد مش حافظ الدعاء، واحد مش حافظ أدعية وقال يا رب أنا عايز كذا، ربنا بيتقبل هياخد. ربنا طيب في نهاية الحلقة عايزين كلمة للسادة المشاهدين ونصيحة وعايزة للسادة المشاهدين يقدروا ياخدوا بيها إن شاء الله توصلهم إلى الطريق الصح ويقدروا يمشوا في حياتهم وهذه الكلمات تنفعهم في حياتهم. اتفضل. لا والله الكلمة اللي أنا هقولها مش كلمة ولكن هقول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. ما أحلى هذه الكلمات. وطبعا كانت حلقة جميلة وممتعة. كنا نتمنى أن هذه الحلقة تطول مع أستاذ فاضل اللي هو أستاذي الأستاذ أبو المعاطي عبد الله. شرفنا في هذه الحلقة وبإذن الله في حلقات قادمة مع شخصية أخرى بإذن المولى عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.